استنى بس شويه كده لما بعض الناس يخشوا معانا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا طالعين لايف مميز لحاله بعد 3 شهور بس من العمليه. الحاله كانت صلع من الدرجه السابعه المتقدمه، المنطقه المنحه كانت خفيفه جدا، والدقن اعتمدنا عليها في الاختطاف. فيعني خلينا نشرح الاول الحاله على الصور. دي كانت صورتنا قبل. زي ما احنا شايفين منطقه المنحه يا جماعه خفيفه جدا جدا. دي كانت الدقن بعد العمليه، بس انا عايزين نشوف الاول منطقه المنحه. شايفين زي ما احنا شايفين منطقه المنحه يعني ضعيفه جدا جدا. طبعا احنا في الاول خلاص قلنا ان احنا هنمشي على بروتوكول علاجي عشان يعني نظبط المنطقه المنحه. وزي ما انتم شايفين دي كانت مساحه الصلع يعني شيء كبير جدا، والاجناب نازله معانا بشكل كبير. زي ما انتم شايفين كانت مساحه الصلع كبيره قوي قوي يعني. وكانت المنطقه المنحه زي ما احنا متخيلين ضعيفه جدا، فكان الالزام ان احنا ناخد من الدقن. ودي كانت صوره الدقن بعد العمليه باسبوع. ماشي، احنا الحمد لله في الحاله دي قدرنا نجيب من الراس حوالي 1700، ومن الدقن حوالي 900 او حاجه زي كده. يعني كنا اجمالي تقريبا 2500 او 2600. طبعا 900 جرافت من الدقن بدون ما نقصر فيها، ده كان شيء صعب جدا ان احنا نقدر نعمله. والحمد لله النهارده بعد 3 شهور بس ده شكلنا زي ما احنا شايفين. طبعا 3 شهور دي يعني لسه بنتكلم في حوالي مثلا حوالي 30% من النتيجه. زي ما احنا شايفين رسمه طبيعيه تماما خالص، مناسبه جدا لدرجه الصلع اللي كانت موجوده. ما شاء الله الكثافه مقبوله جدا على المده 3 شهور بالظبط في الاضاءه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اضاءه عاليه جدا جدا. زي ما احنا شايفين المنطقه المنحه مش متاثره خالص، يعني نقدر ان شاء الله ناخد منها مرحله ثانيه باذن الله بعد ما ادينا لها بروتوكول علاجي محترم عشان خاطر نحسنها. والحمد لله يعني يعني ما شاء الله على 3 شهور دي من نتائج الاستثناء اللي احنا نقدر نقول عليها استثناء، لان دي كانت حاله درجه 7 متقدمه. وزي ما احنا شايفين النهارده الدقن بقى زي ما احنا شايفين ما شاء الله ما فيش فيها اي مشاكل خالص، ما حدش يقدر يقول ان احنا اخدنا منها اي حاجه. ويعني الحمد لله كانت من النتائج المميزه اللي احنا سعداء جدا بيها، وسعداء بسعاده عاملنا فيها ان شاء الله. هو طبعا مش حابب يتكلم فايه نحترم ده. وكل سنه